السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع بعض النهاردة هنعمل الكبد والقوانص، هنعملها بطريقة سهلة جدا. زي ما انتم شايفين ريحتها بتجيب اخر الدنيا وطعمها كمان بيبقى هايل. هنقول بقى بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هنجيب صينية نسخنها كويس وهنحط فيها معلقة سمنة صغيرة. معنا طبعا فلفل أحمر وفلفل أخضر مقطعينه، وهيكون معانا كمان بصل، حوالي بصلتين مقطعينها، ومعانا حوالي كيلو من الكبد على القوانص كده. بس أنا بهدي تشويحة للكبدة، والقوانص بديها ايه سلقة كده، يعني بنحطها كده على النار حوالي 10 دقايق بس ونصفيها من المية. ممكن كمان يا جماعة الكبد والقوانص دي، يعني مثلا ما تجيبوا فراخ او حاجة تشيلوا، كل ما تجيبوا كام فرخة كده تشيلوا الكبد والقوانص بتاعتها. انا بعمل كده، ففي وقت ما يكونش في عندك اكل او حاجة فبتطلعيها بتعمليها غدوة في منتهى الجمال. اهو بنبتدي ايه نحط دي الكبد، نبتدي نحطها زي ما انتم شايفين كده، ونشوحها كويس كده على النار. في الوقت ده طبعا احنا حاطين القناصة اللي هي على النار بتغلي ايه غلوتين زي ما اتفقنا كده حوالي 10 دقايق، وبنصفيها وبتكون جاهزة معانا. حطينا الوقت حوالي معلقة صغيرة، وسعنا شوية كده وحطينا حوالي فص توم، وعشان بس متفرزن فجامد شوية الوقت هيفك معانا. بنقلبه كده شوية لونه بس يصفر، بننزل عليه كمان بشوية ايه كزبرة ناشفة كده. تمام، بنقلبه برضو، ونبتدي نقلب برضو ايه الكبدة كده. هتبتدي بقى تاخد لون معانا. هننزل بقى ايه بالبصلتين المتقطعين مكعبات صغيرة، الخليط ده كله مع بعضه كده بيزود برضو الكمية. تقدري كمان ايه تاكليه بالعيش، او تحطيه كده على رز ابيض او مكرونة زي ما تحبي. دي القناصة بقى بتاعتنا اللي اتسلقت، بنبتدي مجرد ما البصل دبل معانا بننزل بيها. وطبعا بتحط شوية فلفل اسود وشوية ملح. هي حاجة سهلة كده وسريعة وريحتها بتبقى تحفة. بتخدميها بالحاجات دي، البصل والطماطم والفلفل، احنا مقطعين برضو طماطم. بعد ما خدت ايه تقلبتين كده ابتدينا ننزل بالفلفل والطماطم، ونقلب كل الخليط ده مع بعضه كده حوالي يعني بصوا 10 دقايق، ويكون معانا الكبدة والقنصة جاهزة. ان شاء الله تجربوها كده وتقولي رأيكم ايه في كومنتات ايه. ما تنسوناش بقى باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت تشرفني بالاشتراك. مجرد بقى ما هتلاقيها كده دبلت معانا زي ما انتم شايفين كده جاهزة تمام. البخار بس كده جه على الكاميرا، هي كده جاهزة للغرف. تحفة جدا بألف هنا وشفا. حلوة قوي يا جماعة، طالعة طعمها وريحتها جايبة اخر الدنيا. ان شاء الله تجربوها كده وتقولي رأيكم ايه. ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، ونكون دايما خفاف على قلوبكم. وانتظروني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته. مع السلامة.